اهلا بكل اللي بيتابعونا. النهارده جايبين لكم موضوع اصغر عريس حصل عليه ترند في مصر. العريس ده قالوا عليه اشاعه ان هو متجوز غصب عنه، لكن هو طلع وقال لا انا بحب مراتي واختارتها هي، وكانت بغمز، وهي قالت ان هو كان بيغمز لي وانا بشتري حاجات. المهم اتعرف عليها وخطبها واتجوزها عن حب. وبيسألوهم ليه كنت مكشف في الزفة؟ قال عشان الأطفال في المنطقة كانت بيضربوا العريس في الزفة. أمه قالت لو كان معانا فلوس كنت عملت له الفرح في القاعة، لكن احنا في منطقة شعبية والفرح في الشارع، فالأطفال الصغيرة ضربته. وهنا شايفينه في الكوشة عمال يقول عايز هوا عايز هوا. هو يقصد هنا ان هو عايز يشرب سيجارة، يعني هو مش قادر يميز او مش عارف يقول انا عايز اشرب سيجارة، يقول انا عايز هوا ومستاء جدا وزعلان. يعني ده هيقدر يفتح بيت؟ هيقدر يتحمل مسؤولية؟ هيقدر يتحمل مسؤولية زوجة وأولاد بعد كده في المستقبل؟ مش عارفة. المهم ربنا يسعدهم ويرزقهم بالذرية الصالحة. انتوا رأيكم ايه؟